ميداليه لمصر. اعتقد ان يعني حتى لو هي على مستوى منتخب الشباب هي ميداليه لمصر، ورفعت اسم مصر بره، وخليت العلم المصري يترفع بره بمساعده، طبعا بفضل ربنا ومساعده زمايلي كلهم وابناء جيلي اللي بحاول ان انا يعني اكون بجوارهم الحمد لله رب العالمين في اي لحظه وفي اي وقت. ففي الوقت اللي كان فيه ممكن حد تاني بيعمل حاجة تانية أو بيهرب من ناديه أو بيروح يحترف هروبا من النادي بتاعه، ممكن يكون حد كان بيعمل كده، الله أعلم. في الوقت اللي أنا الحمد لله كنت بخدم بلدي، ماشي، في ناس تانية خدمت بلدها وكل حاجة. في الوقت اللي أنا كان ممكن فيه بخدم بلدي وبحاول إن أنا أعمل حاجة لبلدي والنادية، في ناس تانية كانت قدام 120,000 متفرج في الاستاد بتعترض على تغيير وبتخسر فرقتها. وارد جدا، عادي عادي، ما فيش مشكلة يعني. وبعدين لو هنتكلم على سلوكيات والكلام ده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني الناس عارفة سلوكيات وائل رياض، ولا الناس عارفة سلوكيات الآخر. يعني الناس عارفة، مش محتاج ان احنا نتكلم، فخلاص. يعني كل واحد ليه هفوات وكل حاجة، وربنا بيتوب على الواحد أو ربنا بيرجع الواحد. ده سمت البشرية أو ده الصفات البشرية اللي موجودة في كل بني آدم فينا. ولكن أنا يعني بنقى بنفسي من أن أنا أخش في التفاصيل دي، لأن المفترض أن احنا كبار وبنتكلم بشكل كبير. ولكن لما ألاقي تزييف وتدليس وتدليل وكل حاجة دلوقتي من الكابتن ميدو، أي حاجة، أي حد يختلف معاه في حاجة، امسك إخواني، ده إخوان، ده مش عارف إيه، حصلت مع كابتن أبو تريكة، حصلت مع كابتن بلال علام، حصلت مع فلان الفلاني، اي حد بيختلف، حد بيتفق، حد مش عارف ايه، هجوم مستميت. طب انا نفسي افهم اللي انا قلته ايه الرد عليه؟ فين الرد على اللي انا قلته اصلا؟ يعني مش هتلاقي رد، مش هتلاقي رد على اللي انا قلته، لان هو قضيه بتتشخصن، يعني بتدخلك الامور. انما في ناس كده بقت حابه ان هي تتشهر او تبقى موجوده بشهرة على طول، حتى لو بشهرة سلبية. ما هي في شهرة إيجابية محمودة، وفي شهرة سلبية. شهرة سلبية دي اللي هو يعني أبقى موجود وأستفز الناس وأضايق الناس وأتكلم في تصريحات مش مسؤول عنها ومش عارف إيه، فكلام غريب. في وقت تاني مثلا تلاقي وتضحك، تشوف صورة تضحك، حد مدير قطاع ناشئين في مكان بيمضي لعيبة صغيرة وبيتباهى بأن هو مضاهم في الوقت اللي هو هرب فيه. يعني قبل كده وهو في قدهم هرب. يعني سبحان الله، يعني فاقد الشيء لا يعطيه اصلا، يعني اصلا فاقد الشيء لا يعطيه. بالدلائل وبالحقائق وبكل حاجه. فالحمد لله رب العالمين، انا هقفل القصه دي بالنسبه لي، انتهت. وانا باكد على اعتذاري مره اخرى لكابتن حسام وصفي ووالده احمد حسام. وانا الموضوع بالنسبه لي زي ما بقول لكم مش موضوع فيه شخصنه، على قد موضوع هو بس بالحقيقه. انا بقول لحضراتكم 1 زائد 1 يساوي 2، عشان الكلام ده بينقل تعصب. يعني الكلام اللي هو عمله ده ينقل تعصب ويخلي يبقى فيه تعصب ومش عارف ايه. ما تزايدش على بورسعيد، بورسعيد دي فوق دماغنا. انا اعز اصدقائي اقسم بالله من بورسعيد، وناس واصحاب محلات ومش عارف ايه زي الفل. ما فيش ادنى مشكله ما بيني وما بين بورسعيد او ما بين، انما في قضيه لازم تاخد مجراها. ده طبيعي، كلنا عايزين نعرف. بورسعيد قلت عايزه تعرف قبل القاهره، عايزه تعرف مين اللي عمل المشكله دي. ده عشان نخلص من القصه دي. احمد علي بيقود الزمالك للفوز على نجوم المستقبل. النهارده مؤمن سليمان المدير الفني نجوم